السلام عليكم شباب، ربي يوفقكم. سنة خير وعافية ورزق عليكم إن شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد. إخوان، راح يجينا شهر الواحد وما أدراك ما شهر الواحد والثاني، هن صراحة أبرد شهرين بالسنة كلها. إخوان، حاول بمحميتك أو القفص مالتك أو مكان الدجاج مالتك اللي بات بيه، حاول لا تغطي المكان كله، حاول لا تغطي المكان كله، حاول بقدر الإمكان تغطي جزء من عنده، تصد بس تيار الهواء، فقط تيار الهواء لا غير. يعني تغطي من جوا بلايلون او شنو عندك انت، وفوق تخليه مفتوح. ليش؟ تمنع تيار الهواء ما يطب للدجاج. هذا المغزى من هذا الشيء. تيار الهواء القوي ما يطب للدجاج، لان الهواء القوي ياثر على الدجاج او على الطيور او على هواي شو اسمه داجنه، هواي ذني ياثر عليهن الهواء. زين، شو اسوي الان؟ اما تغلف جزئي، شلون انا مسوي مثلا جزئي، يعني مخليها هناك على مود عندي خانات هناك ورا، هاي خانات بها صغار، وعندي هذا تقريبا المبيت مالتي راح يصير ورا المصد. اما البروده طبيعيه، البروده الجو طب المحميه بروده كبروده الطبيعه، شويه اخف ممكن تكون شويه اخف، يعني ماكو تيار هواء قوي. فحاول بقدر الامكان لا تغطي المحميه مالتك كلها، وهذا الشيء انصح به. والله يسلمكم ان شاء الله ويسلم حلالكم بحق محمد وآل بيت محمد، وان شاء الله سنة خير عليكم، وما تشوفون الا الرزق والعافية، والله يصلح العالم كلها. اخوتي اعزائي، تحياتي لكم شباب، ربي يوفقكم.